البنت الجميلة اللي في الصورة قدامكم دلوقتي اسمها سوزانا. اتصلت بالشرطة تقدم بلاغ وبتقول إن هي كانت في رحلة وأول ما رجعت البيت لقيت المكان كله متكسر، وإن في حرامي دخل سرق البيت، ومش بس كده، ده كمان قتل أسرتها بالكامل ما عدا أخوها الصغير. الشرطة لما جت تعاين المكان عثرت على أشياء تخص القاتل، وعرفت مين هو بكل سهولة. باختصار إن اللي ارتكب الجريمة هي سوزانا ذات نفسها، وأنهت حياة أبوها وأمها بطريقة وحشية. لكن إيه اللي خلاها تعمل كده وليه ما قتلتش أخوها الصغير؟ هو ده اللي هنعرفه دلوقتي. قبل ما أكمل لك، بناء على طلب المتابعين إن الفيديو يطول شوية، وشخص تاني طلب إن احنا نتكلم في قضايا تم حلها. سوزانا من مواليد 1983 في البرازيل. نشأت في أسرة غنية جدا، الأب مهندس ألماني والأم دكتورة نفسية. الأسرة كلها سعيدة والبنت مرفهة ومش ناقصها أي حاجة أبدا. في سنة 1999 اتعرفت سوزانا في النادي على صديقها دانيال، واللي هيكون مشترك معاها في الجريمة بعد شوية. المهم راح يطلب إيدها للزواج من أهلها، والأسرة في البداية وافقت باعتبار إنها تعرف شخصية دانيال أكتر خلال فترة الخطوبة. بدأ الأب يلاحظ إنه بيعمل مشاكل كتير، ده غير إنه عاطل وبيشرب مخدرات. من الآخر كده سمعته سيئة من كل النواحي، فرجع رفض فكرة جواز بنته من شخص بالمواصفات دي. لكن سوزانا كانت متعلقة بيه جدا ومش عايزة تكمل حياتها مع حد تاني غيره. بدأ الأب يعاقبها بحرمانها من المصروف والخروج من البيت، وبدأت المشاكل تزيد أكتر وأكتر ما بين سوزانا وأسرتها. وآخر ما فاض بيها قررت الانتقام من أبوها وأمها، وبقيت شايفاهم نقطة سودا في حياتها بتحاول تمنعها من دانيال. المهم نفذت جريمتها في 31 أكتوبر سنة 2002. في اليوم ده ادت فلوس لاخوها الصغير وقالت له روح صالة الألعاب وشارك أصحابك وعيش وقتك. بعد كده اتصلت بدانيال وكان جاب أخوه معاه، وده اسمه كريستيان عمره 26 سنة. المهم دخلوا هما التلاتة البيت، والمكان كان هادي جدا لأن الأب والأم نايمين في الدور العلوي. على طول راحت سوزانا فصلت أجهزة الإنذار وقطعت سلوك الكاميرا بتاعت المراقبة، وساعتها أخفت كل حاجة تدل على ارتكاب الجريمة. وطلع دانيال وأخوه قتلوا الأسرة، وسوزانا كانت مستنياهم تحت يخلصوا المهمة. وبعد ما نزلوا اقترحت عليهم فكرة إنهم يخفوا أي أثر للجريمة ويسرقوا الفلوس والذهب ويكسروا البيت، وكل ده علشان يضللوا الشرطة أثناء المعاينة. ويجي يعني في دماغهم ان القتل ده كان بهدف السرقة مش بهدف الانتقام. لكن للأسف القانون بيقول ان كل مجرم لازم يسيب دليل وراه. وبالفعل سوزانا خرجت هي ودانيال واخوه، لكنهم نسيوا تليفون واحد فيهم، وده كان دليل او اول خط للقضية. وساعتها راحوا يتعشوا في مطعم بعيد، وعشان يعني الشرطة تقول انهم كانوا بعيد عن مسرح الجريمة وقت وقوع الحادثة. تم القبض عليهم، ولاحظ الضباط أثناء التحقيق إن سوزانا اللي بلغت أصلا عن الجريمة بتتكلم معاهم بكل هدوء وكأن مفيش حاجة حصلت من أساسه. ده غير إنهم كانوا شاكين فيها لأن مفيش حد هيقدر يفصل الكاميرات وأجهزة الإنذار إلا لو كان من أهل الدار ذات نفسهم، وده أصلا لأن الحاجات دي بتتفصل من جوه البيت. ومع استمرار التحقيق كانت اعترفت سوزانا بكل حاجة، وساعتها اتحكم عليها هي ودانيال بالسجن المشدد لمدة 40 سنة. حاولت كتير تطعن في الحكم علشان يتخفف، لكن كله ده كان بيترفض. اما اخو دانيال فاتحكم عليه ب 38 سنة. اخر حاجة هقولك عليها النهاردة هي ليه ما قتلتش اخوها الصغير. اعتقد لسبب من اتنين: يا اما كانت بتحبه باعتبار ان هو ما ضايقهاش ابدا في حياتها، او عشان ما يشوفهاش اثناء ارتكاب الجريمة. سواء كده او كده، هو اول ما كبر وبلغ السن القانوني رفع عليها قضية وهي في السجن، وطالب ان هو ياخد حصتها من الميراث، وبالفعل نجح انه يعمل كده. تخيل كده معايا ان في راجل استخبى من الشرطة 37 سنة متواصل في قبو المنزل بتاعه. الراجل ده كان متهوم بالقتل، ولما عثروا عليه حصلت مفاجأة كانت بمثابة صدمة كبيرة للمجتمع كله. تابع معايا الفيديو للنهاية، ولو عجبك المحتوى اللي بقدمه ما تبخلش عليا بالدعم. في سنة 1964 هجم 3 لصوص على بيت السيد لوك علشان يسرقوه. سبحان الله، الراجل حس بوجودهم وفجأة سحب البندقية بتاعته وقدر ان هو يتملك منهم، وانهى حياة كل واحد فيهم في ساعتها. في البداية المحكمة ادت له براءة باعتبار انها يعني حالة دفاع عن النفس، لكن القاضي اكتشف بسرعة ان اللصوص دول كانوا اخوات، وكانوا دايما على خلاف ومشاكل مادية مع السيد لوك. وفي مرة السيد لوك ده كان عازمهم على العشاء، وأول ما راحوا له كان قتلهم كلهم وادعى إن هم يعني حرامية. فرجعت المحكمة صدرت حكم إعدام ضده باعتبار إن هو قتل عمد وتخطيط للجريمة.
وفي ثواني أصبح السيد لوك بدل ما هو شخص بريء، لا ده شخص متهم بالقتل ومحكوم عليه بالإعدام. طبعا خاف على نفسه جدا، وزي ما المثل بيقول يا روح ما بعدك روح. المهم قرر ان هو لازما يختفي عن انظار الشرطة والعالم كله، وساعتها اتفق مع زوجته انه هيستخبى في قبو المنزل لحد اما الموضوع ده يتحل، حتى لو خد 100 سنة، لانه لو ظهر فالموت لا محالة ليه هيكون مصيره. خبى كمان سر اختفائه عن اولاده، خوفا يعني ان الجيران تسمع منهم ويتفضح سره ويتقبض عليه. خلال السنين دي زوجته كانت بتأكله وهو في مكانه في القبو، وكان بيروح الحمام بالليل بعد ما ولاده بيناموا، او بيتنقل يعني في المنزل زي ما هو عايز. المهم في النهاية محدش يشوفه ابدا. وبعد السنين الطويلة دي كلها زوجته كانت اتوفت في حادثة، وساعتها لوك كان بيخرج من القبو علشان يخدم نفسه من غير ما اي حد يحس بيه نهائي. ولاده لما كبروا باعوا البيت، وبيعتبر 3 أسر مختلفة سكنت في المكان ده. لكن الزوج اللي في آخر أسرة هو اللي اكتشف وجوده بسبب إن لوك كان مرض وكان بيكح كتير بصوت عالي بالليل. ولما شك الراجل إن في نفس غريب أو في حد يعني مجهول في بيته، بلغ الشرطة فورا. وأول ما المحققين جم واكتشفوا إن هو لوك اللي بيدوروا عليه بقالهم 37 سنة، بلغوه إن هو خلاص أخد براءة بس من زمان قوي. وده لأن أم ال3 إخوات اللي هم أفراد العصابة كانت اعترفت عليهم إن هم حرامية، وبناء عليه حصل السيد لوك على البراءة غيابي. بس محدش عرفه الكلام ده علشان محدش أساسا كان عارف مكانه. وطبعا الموضوع كان صدمة ليه، وحس من جواه بالندم وإن هو ضيع سنوات عمره جوه قبو عرضه متر وطوله مترين من غير ما يكون مذنب من الأساس. باختصار كان في شابة أمريكية اسمها أناكين، فتاة في مقتبل العمر تم العثور عليها متوفية وملقاة في إحدى الشوارع العمومية في مدينة بيري. تم تحويلها فورا للطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة. التقرير قال إن عمرها 26 سنة وتوفت عن طريق الاختناق. مبدئيا الحادثة دي حصلت في تمانينيات القرن الماضي. المهم الشرطة ما قدرتش تحدد هوية الشخص اللي عمل فيها كده، وبناء عليه معرفتش ايه هي دوافع الانتقام او الاسباب اللي وصلت يعني الموضوع لجريمة قتل. سألوا اسرتها وجيرانها وعرفوا ان هي من البيت للشغل والعكس، وملهاش عداوة مع حد ابدا، ولا في اي علاقة حتى بتربطها مع اي شخص مشبوه. يعني من الاخر حياتها كانت طبيعية جدا، وهو ده السبب اللي محير الشرطة انهم يحددوا هوية الجاني. نسيت اقولك ان الطبيب الشرعي لما فحص جزء من ملابسها قدر يحدد الحمض النووي المرتكب الجريمة، ولما الشرطة بحثت عنه ما لقيتش فيه اي تطابق ما بينه وما بين اي حمض تاني. المهم قالوا هنحتفظ بنتيجة الحمض لحين التوصل لنتيجة جديدة في القضية. واحدة من أشهر الصحف وقتها طلبت من الجمهور إن لو في حد عنده معلومات بخصوص الحادثة الغامضة دي ياريت يكتبها في جواب ويرسلها للصحيفة. وقتها جات لهم رسالة غريبة جدا من شخص مجهول بيحكي فيها تفاصيل مهمة، وكأنه بالظبط كان شايف كل حاجة قدام عينيه، أو زي ما يكون يعني هو الجاني. الصحيفة لما قرت المعلومات دي وشكت فيها قامت بإرسال الجواب للشرطة فورا. ساعتها جه في دماغ المحققين إنهم يبعتوا الرسالة للطبيب الشرعي ويشوف البصمات والحمض النووي اللي عليها ويقارنها يعني بحمض القاتل اللي كان على ملابس الضحية. والمرة دي هنا النتيجة كانت متطابقة تماما، والطبيب الشرعي قال إن نفس الحمض هو. لكن برضه من البداية إحنا معرفناش مين الشخص ده. كل اللي توصلنا ليه إن الرسالة دي بعتها القاتل ذات نفسه. يعني إحنا كده تقدمنا خطوة، لكن للأسف هي مش مفيدة. طبعا مع تقدم الأبحاث في علم النسب وتحليل الدي ان ايه، أخيرا تم معرفة الجاني وتحديد هويته. شخص من نفس البلدة اسمه سكوت جرايم، لكن للأسف هو ما اتحكمش ولا دخل السجن، لأنه توفى في سنة 2018 قبل تحديد هويته مباشر. من الآخر مات بسره من غير ما حد يعرف ليه هو عمل كده، وخلاص اللغز اتفك. بس بعد إيه؟ بعد فوات الأوان. البنت اللي في الصورة قدامكم دي اسمها إنجي، وبتشتغل موظفة في إحدى الشركات الأمريكية. المهم في يوم 13 يونيو سنة 1996 كانت إنجي مرحتش الشغل لمدة أسبوع. وقتها أصحابها البنات قلقوا عليها جدا وفكروا إنهم يزوروها في البيت ويطمنوا عليها ويعرفوا إيه سر انقطاعها المفاجئ عن العمل. لما وصلوا عند بيتها اتفاجئوا إن الباب مفتوح. دخلوا جوه وفضلوا ينادوا عليها لكنها مش بترد ابدا. وقتها بدأوا يلاحظوا ان في ريحة غريبة في المكان. اول ما دخلوا اوضتها اكتشفوا انها متوفية.
طبعا جات لهم صدمة شديدة وحالة ذهول، لكن للأسف في النهاية ما كانش قدامهم غير انهم يتصلوا بالشرطة علشان تيجي تعاين المكان وتعرف مين اللي عمل فيها كده. المحققين اول ما جم رفعوا البصمات والحمض النووي اللي على ملابس انجي علشان يوصلوا للقاتل في اسرع وقت ممكن، لكن للأسف لما طبقوها مع الناس المسجلين أو على نظامهم يعني ما لقيوش أي بيانات للفحوصات دي. مفيش حد أبدا بصماته أو الحمض النووي بتاعه بتشبه بيانات القاتل. ومن هنا بدأ الغموض طبعا يدخل في القضية. إنجي ملهاش عداوة مع حد، وكمان إنسانة محبوبة من الجميع، وكمان محدش ليه مصلحة إن هو يعني ينهي حياتها. وقتها الشرطة أجلت القضية لحين التوصل لمعلومات جديدة، وبالفعل تم الاشتباه في شخص اسمه كريستوفر عمره 19 سنة. قبضوا عليه وحولوه للمحاكمة. القاضي طلب من الشرطة إجراء فحص الحمض النووي للتأكيد إن كريستوفر هو القاتل، لكن النتيجة بتقول إن برضه مفيش أي تطابق بين الحمضين سواء لكريستوفر أو الجاني. ولما القاضي سأل المحققين عن الأدلة أو سبب الاشتباه فيه، قالوا مفيش أي أدلة غير إن هو بس اعترف بلسانه إن هو القاتل. القاضي لما سأل كريستوفر بالفعل اعترف مرة تانية إن هو مرتكب الجريمة، ولما المحكمة سألته عن الأسباب رفض ينطق بأي كلمة، واتحكم عليه ب20 سنة سجن. والدة إنجي كانت حاسة إن الشخص ده مظلوم بكل المقاييس، وفضلت تدافع عنه في المحكمة، لكن محدش أخد بكلامها أو برأيها، لكنها فضلت مصرة على براءته، وكانت بتوكله محامي للدفاع عنه من وقت للتاني. واستمرت على الحال ده لمدة 18 سنة متواصل، لحد أما المحكمة أخيرا استجابت لطلبها وفتحوا القضية من جديد. وساعتها وكلوا فريق تاني من المحققين للبحث عن القاتل الحقيقي، وأخيرا تم تحديد هويته. ولما عملوا له الحمض النووي طلع هو بالظبط اللي كان على ملابس إنجي. باختصار هو شخص مدمن اسمه بريان دريبس. طب الشرطة ازاي اتأكدت ان هو الجاني الحقيقي؟ قعدوا يراقبوه فترة لحد اما في يوم لقيوه واقف في البلكونة بيشرب سيجارة، واول ما رماها في الشارع ودخل شقته اخدوا السيجارة ورفعوا الحمض النووي اللي عليها. وزي ما قلت لما طبقوه مع الجاني طلع هو بنسبة 100%. ولما سألوه عن السبب اللي خلاه ينهي حياة إنجي قال أنا معرفهاش أصلا معرفة شخصية، لكن أنا كنت ساكن جنبها في نفس الشارع. في يوم الجريمة كنت شارب جرعة زيادة من المخدر، وأول ما شفت إنجي حلوت في عينيا. طبعا انتوا عارفين عمل اللي عمله، وبعد كده خلص عليها، وبكده هتكون القضية خلاص اتحلت. لكن طبعا كريستوفر اتحبس ظلم وتقريبا المدة كاملة، اما بريان فاخد جزاؤه. واللي خلى كريستوفر يعترف ان هو القاتل طبعا الشرطة كانت اجبرته يقول كده علشان خاطر يقفلوا القضية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. رأيك بيفرق معايا جدا في التعليقات، وما تنساش مشاركة المحتوى علشان بإذن الله نوصل 100,000. سلام.